ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل عرض اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، بس هنعمله مختلف شويه. عايزه اقول لكم على حاجه، بس موضوع الاسعار الناس اللي بتسالني فيها، كل سعر بيبقى على حسب الفينش، على حسب المكان، على حسب الخامات. فانا يعني ممكن انا السعر يكون قليل شويه، ممكن انا مثلا بطلع عروض كتيره، فعشان كده الاسعار عندي مختلفه. هنسمي الله كده ونبدا ونقول عملنا ايه. اول حاجه انا جبت 3 بيضات، وطبعا البيض كنت مطلعاه من التلاجة زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم 100 جرام من السكر، حطيت عليهم معلقة محسن، وزن المعلقة 25 جرام، ممكن معاكي من 25 ل 30 جرام، ما تزوديش عن كده. وضربتهم على أعلى سرعة لغاية ما القوام ارتفع. كنت مجهزة 75 جرام من المية المتلجة، وابتديت أنزل بيهم، يعني ايه زي ما انتم شايفين كده، شوية بشوية. طيب الناس اللي كانت بتقول لي مقدار المية بيختلف على حسب كمية الدقيق، على حسب نوع الدقيق. يعني أنا هنا مثلا هعمل 200 جرام من الدقيق، في صاج تاني او كمية تانية بيبقى عايزاها مرتفعة شوية، بحط مثلا 250 جرام وبزود كمية المية، عشان الناس ممكن يختلط على الأمر. تمام؟ يعني كمية المية بنحطها على حسب كمية الدقيق اللي هنشتغل بيها. فأنا هنا حاطة 75 جرام من الدقيق، وحاطة 200 جرام، حاطة 75 جرام من المية، وحاطة 200 جرام من الدقيق، عليهم معلقة بيكنج باودر 10 جرام. طبعا لما ضفت الميه بالتدريج وطيت العجان، وابتديت اضيف الدقيق واحده واحده. طب الفرق في ايه؟ الطريقه دي عن الطريقه التانية اللي احنا بنضيف المكونات كلها على بعض. الفرق ان دي بتدي لي يعني الكميه اكتر، زي ما انتم شايفين كده. بصوا العجان مليان لاخره. لو انا هحط المكونات كلها على بعضها واضربها، هيبقى المقدار اقل من كده. فانتي ليكي حريه الاختيار بقى. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه برضو مهمه جدا. يعني انا عملت بس صاجين، صاج فانيليا وصاج شوكولاته. التورته اللي هشتغل بيها النهارده مقاس 25 في 25. تمام؟ هنزل كل كده الكميه، وهبتدي يعني ايه ابص هنزل كله، وهبتدي اجهز بقى الصاج بتاعي اللي هو 32 في 42. للناس اللي كانت بتسالني على الصاج، المقدار ده يمشي معاكي 30 في 40 بالظبط، 32 في 42. بصوا المكونات كلها قلبتها كويس عشان اتاكد ان الدقيق كله نزل معايا. بصوا القوام مش سايل ولا اي حاجه اهو. انا اللي بنزله بنفسي كده من البوله، مش بينزل ويسيل. هفرده كده. شفتوا بقى الكميه دي؟ انا بعملها لو هحط المكونات على بعض عشان تطلع لي الكميه دي. بزود الدقيق، وبزود المحسن. يعني انا هنا حاطه 25 جرام من المحسن. الكميه التانية بحط 30 35. تمام؟ بصوا كميه كتير. طبعا ده طريقه الفصل، انتوا عارفين ان هي بتزود المكونات. عايزه اقول لكم ان العجانات برضو بتفرق. يعني انا مثلا عجاني كنود ممكن يكون سرعته اقوى شويه، ممكن حد تاني عجانه اقل. انا بصوا، انا موضوع المصنع اللي انا قلت لكم احتمال انزله، يعني ما كان بيصنع طارد، نزلت كام يوم كده. بصوا ما عجبنيش الوضع، لان شغل كتير قوي 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 قوي. وطبعا هما بيشتغلوا بطريقه غير طريقتنا خالص. يعني هي تجربه كانت كويسه، وتعرفت على ناس جديده، وشفت حاجات يعني بتتعمل بطريقة غير اللي احنا بنشتغل بيها خالص. بس طبعا مش هيناسبني المواعيد، ولا يعني ضغط الشغل اللي عندهم كتير قوي قوي فوق ما تتخيلوا. بصوا بقى، دي بورد مقاس 25، مقاس 24 في 24. اللي كانوا بيسألوني على التورتاية مقاس 25، وكانوا بيقولوا لي انت ازاي الصاج بيطلع كده. انتوا عارفين طبعا، انا قايله لكم قبل كده ان احنا لما نكون بنعمل تورت عروض، انا بقطع اصغر مقاسين، يعني مش بقطع المقاس بالظبط، علشان مع التجليس يديني المقاس بالظبط. يعني دي كده مقاس، مثلا انا حطيتها على بورد مقاس 24، لما تتجلس السنتي ده هيزيد تبقى 25. ممكن الموضوع ده ما يبانش قوي في الطرط الفلات، يعني البورد الفلات، لان كده كده انا لما باجي اعمل تورتايه على بورد فلات بزود البورد بتاعتي شويه. يعني البورد دي مثلا انا قطعت على مقاس 24، لكن لما جيت حطيتها على 26. البورد دي اكبر، تمام، من المقاس عشان يطلع لي مظبوط. جلست التورتايه كده بعد ما عملتها طبقات، وهدخلها التلاجة تشد. تمام؟ وبقيه الاسبونج، يعني انا خدت جزء من الاسبونج الفانيليا، وجزء من الاسبونج الشوكولاته، وبرده عملت كده في السلسرول. تمام؟ دخلتها بقى التلاجة، اهم حاجه تشد، يعني شويه محترمين كده، على ما جهزت الجناش بتاعي. تمام؟ بصوا اهو الجناش اللي انا اشتغلت فيه ده شوكولاته فيينا. للناس اللي كانت بتسالني على احسن نوع شوكولاته، انا اشتغلت في كواليتي، واشتغلت في فيينا. فيينا ممتازه ممتازه وتقيله وحلوه قوي. بصوا اهو
حطيت كده زي ما انتم شايفين، والجناش غطيت بيه نص التورتايه، وهبتدي انزل كل الزيادات. الاماكن بقى اللي هي لسه ما وصلتلهاش فيها جناش، هبتدي بص بالسكرابر كده اسحب، هتلاقيها ابتدت تظبط معايا وتغطي كل المنطقه دي. تمام زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم ادخلها التلاجة ترجع تشد تاني، لازم ارجع. بصوا طبعا انا ايه هنا حسيت ان الشوكولاته خفيفه شويه، بس هبتدي ازود بقى ايه بالكيس اللي معايا او بالشوكولاته اللي موجوده اهو. اي مكان احس فيه ان الشوكولاته خفيفه ابتدي ازود تاني. بس طبعا تبقى ايدك سريعه، علشان الجو ساقع. لو الشوكولاته شدت معاكي ورجعتي يعني حطيتي شوكولاته تاني هتلاقيها كتلت، فالاحسن ان انت تبقى ايدك سريعه. بصوا اهو. طبعا همسح بقى البورد وهظبط الدنيا وادخلها التلاجة تشد. الناحية التانية جبت جناش ابيض، حطيت عليه نقطة من اللون الاصفر يعني. تمام، عشان بس تبقوا فاهمين انا عملت ايه. يعني الجزء ده مش جيلو شفاف، لا ده كان جناش ابيض عندي، ولونته نقطة من اللون الاصفر، علشان الجيلو الشفاف بيبقى خف من كده مش هيبان معايا. تقدري تعملي من الجيلو ده الوان كتير قوي. جبت بقى كيس وخففت كده شويه من الكريمه البيضاء، وابتديت اعمل خطوط مربعه زي ما انتم شايفين كده. بصوا، تقدري تعمليها بقى مربعه، تعمليها زجزاج، تعمليها مدوره، انت تختاري الشكل اللي انت عايزاه. بصوا اهو. هجيب بقى خله كده وابتدي اعمل خطوط خطوط كده اهو، هتديني تعريجات كده. الفينش ده بقى انت وذوقك، تقدري تعملي فيه اللي انت عايزاه اهو. بصوا انا حطيت بس ايه كريمه في النص فاصل بين الفانيليا والشوكولاته. بصوا هقفل بقى التورته من تحت بكريمه روزيتات كده، والناحيه التانية هتبقى فاكهه. قفلت كده التورتايه بالكريمه. بص انا العرض ده هطلعه على 450. يعني هطلع التورتايه اللي هي مقاس يعتبر 25، احنا مقطعينها 24، وكمان مزودين اللي هو قلت لكم السنتي اللي بيزيد ده. هي على فكره بتزيد مع التجليس 2 سنتي مش سنتي واحد. يعني اي تورتايه هتقطعيها مثلا على مقاس 24 هتلاقيها بقت 26 معاك على البورد. فتاخدي بالك لو انت هتشتغلي على بورد مرتفع، تاخدي بالك انت بتقطعي الاسبونشات ازاي، علشان انت لو قطعتيها المقاس بالظبط هترجعي تجلسي تحسي ان هي طالعه من البورد كده شويه. قطعت كده بعد ما رصيت المانجا، قطعت الشرايح بتاعه التفاح وحطيتها زي ما انتم شايفين كده اهو. قطعت برضو تفاحية وعملتها شكل مروحة. تقدري انت بقى تبدعي زي ما انت عايزة في التجليس والشكل اللي انت عايزاه. بصوا كده. وبعد كده ابتديت اعمل بسكوتات كده، وهكتب هابي بيرث داي اختصار يعني. طبعا اللون اللي موجود الشوكولاته الحروف ده دست بيتباع كل الوانه، كل الالوان اللي تتخيليها موجوده في الدست في كل الوانه. بصوا كده، ده كان العرض بتاعي اهو. تورتايه، وقفلت طبعا الجاتوه اللي هو السيريس رول وقطعته زي ما انتم شايفين كده. وده كان العرض طلعته على 450. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني، وشكرا لكم.